في ريف دمشق وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة تلبي نداء أهالي دارية لتخليصهم من الإرهاب والإرهابيين الذين نشروا الخوف والرعب في المنطقة. بدي دعموا عمي افترموا على يمين ويسار الشارع. إنهم بواسل قواتنا المسلحة يصدقون وعدهم بإعادة الأمن والأمان حيثما حلوا، فها هم ينظفون داريا من الإرهابيين ويعيدون لها صخبها وحيويتها. قواتنا المسلحة أوقعت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين قبل أن يلوذ بعضهم بالفرار تاركين أسلحتهم وذخيرتهم. في سلسلة عمليات نفذتها ضد المجموعات الإرهابية المسلحة في المزارع المحيطة بمدينة داريا، عثرت وحدات قواتنا المسلحة على أوكار للإرهابيين تحوي معدات وأجهزة طبية مهربة ومسروقة ومعدات أخرى كانوا يستخدمونها في التعذيب والإجرام. الإرهابيون روعوا أهالي داريا الذين رفضوا التعامل معهم، وشرح الأهالي كيف عمد الإرهابيون إلى خطف وإعدام المواطنين وحرق جثث قتلاهم من الجنسيات غير السورية لإخفاء ملامح المرتزقة في صفوفهم، مشيرين إلى أن ملامح الإرهابيين توحي بأنهم من دول إفريقية. في مدينة